السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كان المتوقع إن هم أول ما يخشوا الجنة يقولوا الحمد لله الذي أعطانا الحلي والذهب والفضة والحرير والحاجات دي كلها، ثم قالوش كده. قالوا إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لان هما كان عندهم اشكاليه ضخمه قبل الحرير والفضه والحاجات ديت. كان في حاجه تعبه نفسهم عاوزين ربنا يعملها لهم. تمام. وخد بالك هما ما قالوش الحمد لله الذي اذهب منا الحزن، ولكن قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. يعني تفرق. عنا دي يعني كانوا شايلين حاجه على قلبهم، حاجه تعباهم قوي وربنا شالها عنهم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو بآية. تمام. النبي عاوز حد يشيل معاه الدعوة، يدعو المؤمنين مع الإسلام ولو بآية واحدة. تمام. كانوا عاوزين إن ربنا يشيل الحزن دوت من على قلوبهم. إيه الحزن ده بقى؟ اختلف المفسرون في تفسير كلمة الحزن دي. تمام. فيه منهم اللي هو الحسن البصري، وده اتجه معاه كثير من العلماء. قال الحسن البصري: والله ما بهم من حزن على دنيا، والله ما حزنوا على دنيا، ولكن كان بهم خوف النار. كان كل همهم ان هم يخشوا الجنة ويبعدوا عن النار، وربنا اداهم اللي هم عاوزينه. تمام. عمل زي مين؟ زي عباد الرحمن، ربنا وصفهم في القرآن. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أهو اللي كده بقى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني هم يقوموا الليل كله لله، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما وخايفين من النار. هؤلاء بذلوا أنفسهم وأموالهم وديارهم في سبيل الله، وخايفين إنهم يخشوا النار برضو. تمام. وفي برضو بعض العلماء فسر كلمة الحزن دي إن هما كان حياتهم كلها في كرب وفي بلاء، كان كلها جهاد وتعب ومشقة، فكان عاوزين ربنا يريحهم. تمام. دي برضو بعض العلماء فسر إن هما ربنا أذهب عنهم الحزن. تمام. وكمان قيل إن كل إنسان يحزن على قدر همته. فأنت مثلا تلاقي واحد زعلان إن كاوتش العربية بتاعه فس، أو التليفون بتاعه باظ، أو مثلا مراته مزهقة في البيت، أو مثلا القبض بتاعه اتأخر شوية، فشغل حزن 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 حزن. فلما انت تيجي تقوله على حاجة تحزن فعلا على وضع إسلامي، وحاجات تحزن زي أخواتنا في فلسطين وغزة وكده، فانت تلاقي يقولك ايه يا عم، هو انا ناقصك؟ ما كفايه اللي فيا. ما عادش عنده طاقه ان هو يحزن، لان الانسان هو عباره عن شويه طاقه، فهو اهدر الطاقه دي في حاجات ملهاش لازمه. فتيجي تقول له ده حد سب النبي، يا عم انا هو انا فاضي؟ هو انا خلاص ما انا فيها اللي مكفيني. طب هو ايه اللي انت تحزن عليه، ان حد سب النبي ولا ان انت كوتش العربيه بتاعك فس؟ يعني ايه اللي تحزن عليه؟ تمام. فالشاهد من الموضوع ان الناس ديت كانت تستبشر في الدنيا وتتصبر بان هم يطلبوا من الله الجنة، وان هم يعبدوا الله وكده، وفي الاخرة دخلوا الجنة. تمام. بس ده كان يعني تقريبا تفسير صغير لهذه الآية، والفيديو ده كان مستوحى من تفسير الدكتور احمد عبد المنعم. تمام. ويا رب يكون الفيديو نفعكم بجد، ولو نفعكم واستفدتوا منه انشروه، لعل حد يسمع الفيديو دوت واستفاد منه بسببكم، ونكون كل واحد بياخد اجر كده. تمام. متنساش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.